عمرك سألت نفسك الألوان والنكهات اللي في الأكل اللي بناكله يوميا دي جاية منين؟ عارف إنك ممكن تكون بتاكل حشرات فعليا وإنت مش واخد بالك؟ حشرات. ولسه كمان هتتصدم لما تعرف إزاي بتتحط في أكلنا بشكل قانوني وعادي جدا بتتباع في المحلات والسوبر ماركت. بس قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أشهر حشرة بتدخل في الأكل اسمها الكوشينيل. دي حشرة صغيرة جدا لونها أحمر وبتعيش على نبات الصبار. بيجمعوها ويجففوها وبعد كده بيطحنوها ويستخرجوا منها صبغة لونها أحمر اسمها كارمين. الصبغة دي بتتحط في الجلي والمصاصات والزبادي بتعمل الفراولة والعصاير وحتى بعض منتجات اللحوم. وعشان يخلوك ما تعرفش بيكتبوا عليها في المكونات E120. مش هيكتبوا لك حشرة مطحونة طبعا، لا، يكتفوا برمز كده صغير وانت ماشي تاكل وانت مطمن. طب دي حشرة واحدة، في غيرها؟ ايوه، في انواع تانية من الحشرات بتستخدم في الاكل برضو. في مثلا حشرة اسمها اللاك، دي بتفرز مادة شبه الشمع اسمها الشلاك، ودي مادة بتتلمع بيها الحلويات المغلفة زي الحبوب الملونة وكمان بعض الفواكه اللي بتتباع مستوردة. يعني ممكن تبص على التفاحة تقول شكلها حلو ولامع، بس اللمعة دي جاية من إفرازات حشرة. كمان بعض أنواع النكهات اللي بنفتكر إنها طبيعية بتيجي من حاجات مقززة زي نكهة الفانيليا اللي ساعات بيستخدموا فيها مادة اسمها كاستوريوم، ودي مادة بتتفرز من غدة موجودة في مؤخرة حيوان القندس وتستخدم كمثبت نكهة في منتجات كتير. ولو فاكر إن دي حالات نادرة، خليني أقولك إن المنظمات العالمية زي ال FDA وال EFSA بيوافقوا على استخدام المواد دي طالما جاية من مصدر طبيعي حتى لو كان الحشرات. في ناس في بلاد زي أمريكا وبعض دول أوروبا بدأوا يتكلموا عن استخدام مسحوق الصراصير والديدان كمصدر بروتين بديل. يعني في المستقبل ممكن تلاقي بسكوت غني بالبروتين معمول من صرصار مطحون أو بروتين بار داخله ديدان. والأخطر من كده إن شركات كتير بتستخدم الحشرات في منتجات أكل نباتي أو عضوي وتقولك عليه طبيعي، بس مفيش إلزام عليهم يوضحوا المصدر بالتفصيل. طب السؤال هنا، ليه بيستخدموا الحشرات أصلا؟ لأنها رخيصة وبتدي نتيجة فعالة، لون قوي، نكهة واضحة، وبتعيش فترة أطول. يعني بدل ما يستخدموا فراولة حقيقية يجيبوا لون أحمر من حشرة، بدل ما يستخلصوا نكهة من نبات طبيعي يجيبوا مادة رخيصة من إفرازات حيوان أو حشرة ويحطوها في منتج ويدوك إحساس إنه فراولة أصلية أو فانيليا طبيعية. ده غير بقى بعض أنواع الأجبان اللي بيستخدموا فيها إنزيمات جاية من معدة العجل أو منتجات فيها مواد حافظة جاية من حيوانات. كل ده وانت ممكن تكون فاكر نفسك بتاكل حاجة صحية أو عضوية. أنا مش بقولك تبطل تاكل، لكن لازم تبقى واعي. لما تشتري منتج ملون أو بنكهة غريبة بص على المكونات، دور على الأكواد زي E120 أو اسم المادة الغريب وابحث عنه. اللي ما تعرفوش ممكن يضرك، ومش معنى ان المنتج متباع في السوق انه آمن 100%. لو حسيت انك اكتشفت معلومة أول مرة تعرفها شارك الفيديو ده وخلي غيرك يعرف هو بياكل ايه. ولو عايز نعمل فيديو عن المواد التانية اللي بتدخل في الأكل ومصدرها غريب سيب لي تعليق. أشوفك في الفيديو الجاي.